تشاو جايز، اخباركم؟ عساكم بخير يا عيال. وش مسوين؟ الزبده حبيت ابارككم بالاجازه الدندونه. اتمنى انكم تفلونها من بعد الاختبارات وان شاء الله الكل ناجح. جيت قلت خلني اشطح لكم في ذا الاجازه بسالفه كذا قد صارت لي انا. السالفه حادث قد صار لي اول ما شريت السياره. معروف اي انسان سعودي في الحياه يكبر شوي هلا يشترون له سياره يستانس، يحس انه تعدى مرحله اللي ما معه سياره وصار معه سياره، صار يقدر يروح اماكن كان يبي يروح. فالحمد لله شروا لي هالي سياره، وقال لي ابوي اي حادث اي مخالفه اي حكه كذا في السياره بسحبها. المهم اني قلت ان شاء الله ومتحمس ابيها، بس ابي كذا السياره. والحمد لله شروا لي السياره وزي كذا. شروا لي السياره فرحان، انا انسان خلاص معي سيارة، مستانس وفل أمه، وكل يوم مغسلة وكل يوم مغسل وأغير وأبدل وأحوس كذا. حتى لجيت أنام أفكر بكرة وين بروح، معي سيارة خلاص. مرة من المرات كنت رايح مع العيال، اتفقنا نطلع مول أنا وأخوي دحوم واثنين. حلو، رحنا وفلينا أمه وخلصنا من المول وفرينا وتعشينا وكلش ونا راجعين. السالفة هنا في الطريق وانا راجع كنت امشي عادي زي اي طريق، قاعد امشي وامشي والشارع من النوع اللي كان فيه شوي زحمه، فكان يوقف وشوي يمشون، يوقف ويمشون. حلو، انا ناظر بالمرايه اللي هنا في السياره، اناظر اللي ورا والقى ذا الانسان اللي ما انتبه ان الشارع موقف ومدرعم وانا ناظر. خلاص دريت ان الوضع فيه حادث ويصدمني ذيك صدمة. طيب أنا ارتبكت كذا، فهيت شوي أبي أفتح الباب ما عاد عرفت، ضاعت السوالف، مرتبك وقامط في نفس الوقت وأبوي وانزل والرجال مبتسم نازل مبتسم يناظرني. هو شباب يعني مو بالشايب ذاك، عادي. وانزل كذا ناظر، وش فيك أنت؟ قمت أنافق عليه وناظر، سيارتي ما جاها شيء. قلت الحمد لله وزي كذا، فرحت من قلب صدق، كأني يعني مسجون وأعفوا عني. عرفتم؟ يعني شعور انه تخيلت ابوك بيقروش، وتخيلت كل شيء في الحياة، بعدين ما جاء شيء. قلت الحمد لله وما ادري وش. وبعدين قال تبي مني شيء وما ادري وش، قلت الله يستر عليك. رحت وكل واحد راح دربه ومشينا في نفس الشارع، نمشي والشارع يوقف وانا قامط كل شويه ناظر ذا المرايه. شوف الحمد لله زانت اموره، صار يهدي وشوي الا ويمشي الشارع مشى خلاص وإنا نمشي، الا وقف وقفه انا بالدقاق عرفت اوقف. عرفتم اللي يجيك وقوف مفاجئ، وناظر المرايه الا جاي قلت بس هذه وراها شيء. نزلت معصب ابي الطاق خلاص، مرتين تصدمني انت خير، وانزل وش فيك انت وما ادري وشو، نازل مبتسم يا ناس، مبتسم قسم بالله كذا. وانا قاعد اناظر السياره كذا، خير ما تشوف انت؟ والثاني مره هو يقول معليش وانت وش تبي، اعطيك حقك ولا تدق على المرور ولا؟ قلت انا عطني الجوال لازم ادق على ابوي، والعيال يروحون الموتر يعطوني جوالي. اعطيته وضعيه الو خير ايش فيه؟ رد لي كذا خير ايش فيه؟ يدري ان الصوت وراه سالفه. قلت في واحد صدمني من ورا وزي كذا ومو انا غلطان، وبدا السب والتلعين ولا الى اخره كله طوط. قال لي وينك فيه؟ قلت له المكان فلان الفلاني. حلو، عرف المكان، سكر في وجهي سحب علي. وانا ربع ساعه كذا قاعد احتري اتخيل ايش بيصير لي، بنطق وش بيصير. يعني انت تخيل ابوك عصبي وشاريك سياره ومهددك فيها، يعني خلاص قاعد افكر ربع ساعه كذا افكر ابوي وش بيسوي فيني. حلو، ويوم وصل واشوفه من بعيد الا والله هذا هو جاء الوالد جاء، وناظره ويناظرني كذا وناظره يحتري الشارع يفضى عشان يمديه يمر. عرفتم؟ يوم جاء سلامات في الحديد ولا فيك وما ادري وشو، بس هذه ناظره كذا انا مستغرب خلاص. صدق ابوي يقول كذا. ذا قال من القابه كذا، قلت ايه، ويدقون على المرور لين جاء المرور وزي كذا تفاهموا هم، وانا متكي على جنب قاعد اتخيل الوضع، ما عاد عرفت، ما عاد في ملامح كذا.
يعني قمت أتخيل شلون أبوي صار كذا، من اللي هداه. إذا هو يكلمني كان معصب. طبعا الحمد لله انحلت السالفة وزي كذا، خذوا حقهم من المرور ما أدري وشو. المهم صارت الأحسن. فأنا مستغرب من الرجال هذا، وش وضعه؟ يعني في أحد يصدمك مرتين ويبتسم؟ ولا فوق كل هذا يعني تحسه كان مع ناس السيارة بس ما نزلوا كذا، هو بالحالة ينزل كان. وكان مظلل اللي قدام، يعني أنت تدري إن مع ناس أول ما يفتح الباب تشتغل اللمبة اللي فوق فتشوف في ناس بعدين يسكر. فأنا مستغرب للحين لين يومكم ذا، ودي إنه يوصل المقطع ويعلمني وش سالفته هو. بس يعطيكم العافية على الاستماع وزي كذا. إن شاء الله إني بنزل لكم مقطع قريب، علموني وش تبون بس أنزل. انستغرامي وسنابي بحطها تحت المقطع، أتمنى أنكم تضيفوني وتابعوني. واللي يعرف وش قصة الرجال يعلمني. يلا كان معكم أخوكم مهند زير أو أبو زير. أتمنى أنكم تسوون لايك وسبسكرايب وتنشرون أمه عند أخوياكم اللي تعرفونهم، وتابعوا المقاطع اللي راحت اللي قبل اللي ما تابعها وزي كذا. يعطيكم العافية على المشاهدة.